يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل يكفي كتاب الإمامين الصنعاني والشوكاني في معرفة التوحيد؟ الصنعاني ألف كتابه تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد. والشوكاني رحمه الله له أيضا في العقيدة مؤلف قبل اسم الله تحريم رفع. نعم، تحريم رفع القبور. تحريم رفع القبور بعد شرح الصدور أو كذا. شرح الصدور في تحريم رفع. شرح الصدور ترى في لتحريم البناء على القبور. والحقيقة أن الشوكاني والصنعاني عالمان يمنيان، وهما من خير علماء عصرهما. الصنعاني توفي عام 1183 ويقال إنه عمر نحو من 120 سنة. والشوكاني أظنه توفي في 50 من القرن الثالث، أي 250 نحو ذلك. وهذان الإمامان محدثان فقيهان أصوليان، لديهما علم غزير واطلاع واسع، ولكل أسلوبه الخاص. فالصنعاني رحمه الله ذو علم جم، له سبل السلام شرح بلوغ المرام، وله حاشية على عمدة الأحكام، وله مؤلفات متعددة مختصرة وبعضها مطول، وله ديوان شعر فيه خير كثير وقصائد نافعة، وهو ممن أيد دعوة الشيخ محمد رحمه الله. وما نسب عنه من رجوع فهو خطأ، وإنما تلك القصيدة لغيره. والإمام الشوكاني إمام عظيم، ألف فتح القدير، شرح نيل الأوطار، والسيل الجرار عن مدفق على حدائق الأزهار، وله فتاوى تقارب 12 مجلد فيها عدة من رسائله وفتاويه. وهو ذو علم عظيم وينحو منحى الاجتهاد، وهو ضد التقليد الذي على غير أصوله. ولهم ثناء على دعوة الشيخ رحمه الله. والشوكاني ممن رثى إمام الدعوة بعد موته، وأجاز الشيخ سليمان بن عبد الله، وله اتصال بأئمة الدعوة، وأثنى على رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الزيدية. وهم رحمهم الله علماء في زمانهما، لهما مكانتهما وفضلهما. نعم.